فهل صناعة المحتوى مجرد ترند الفترة دي بس الناس كلها داخلة فيها وخلاص؟ والّا ممكن نحوّلها لشكل من أشكال العبادة والأثر الطيب؟ هل كل حاجة بنقولها ليها تَمَن والّا مجرد كلمة اتقالت في وقتها وجابت نتيجتها فلوس وخلاص؟ فإحنا بنطلع ليه وبنقول إيه وبنحاسب على إيه في الآخر؟ النهارده هنتكلم عن صانع المحتوى المسلم، ليه يصنع محتوى وإزاي يشتغل في حاجة زي كده ويكون بيرضي ربنا وبياخد عليها أجر، وإيه الضريبة اللي بيدفعها قصاد الطريق ده. أول حاجة عايزة أتكلم فيها هو ليه مسلم يصنع محتوى ويكون مفيد فعلًا وياخد بيه أجر، لأن كل واحد عنده تجربة في حياته، عنده حاجة مَر بيها غيّرت فيه حاجات كتير للأحسن، عنده علم بشكل أو بآخر أو طريقة يقدر يعمل بيها research أو بحث يقدر يتعلم بيها ويفيد بيها الناس، فبقى الوصول للمعلومة أسهل كتير من زمان، والوصول للمعلومة الموثوق فيها كمان أسهل كتير من زمان، غير تجربتك بقى الشخصية اللي تقدر تفيد بيها ناس كتير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. إن إحنا بقينا بناخد معلوماتنا من influencers أو الناس اللي هي قررت تصنع محتوى، فبيشاركونا تجاربهم وآرائهم عن الأخلاقيات والدين والتعاملات وكل حاجة، لكن من وجهة نظرهم اللي بدون أي مرجعية سليمة في الدين، فما بقاش في أي وعي بالدين ولا وعي بالأخلاقيات السليمة ولا وعي بحاجات كتير مهمة، وحتى أهل العلم والمختصين بقوا بيحاولوا يقربوا للناس بإن هم يقدموا المحتوى بتاعهم أو الدعوة لله عن طريق مثلًا بودكاست أو برنامج يقدر يسمعه معظم الشباب أو يبقى سهل وسلس ويوصل للناس كلها. بيحاولوا يقرّبوا للناس المعلومة بالطريقة اللي هم بقوا يحبوها دلوقتي. يعني هاحكي لكم قصة سريعة كده، أنا من صغري باحب علم النفس جدًا، باحب أقرا فيه، أتعلّم عنه بأي شكل من الأشكال، أنا باحب علم النفس بطريقة جنونية. كنت في وقت من الأوقات ميّالة لفكرة إني أكون مذيعة، بس سبحان الله درست هندسة واشتغلت بيها حبّة حلوين، وأثناء الطريق ده كنت برضه باميل شوية ناحية الcoaching فبدأت أتعلّمه، باحب أوي الحاجات المسموعة اللي معمولة بإتقان وبفَن، فكنت في وقت من الأوقات باحب الأغاني جدًا، لإن هي كنت باقدّر فيها الشخص اللي عنده صوت فعلًا حلو وموهبة كويسة، طبعًا الحمد لله ربنا تاب عليَّ يا رب، نسأل الله العافية يعني، بس اللي أقصده إني كنت باميل برضه ناحية فكرة إن الصوت ليه تأثير قوي جدًا على البني آدم، وبيوصّل أي حاجة إحنا عايزين نقولها، وبيوصّلها بصدق فعلًا زي ما هي من جوانا يعني. اتخرّجت من هندسة واشتغلت حبّة حلوين في صناعة المحتوى بقى، نتعلّم صناعة المحتوى. كل ده ما كانش في خطة واضحة قدّامي أنا باعمل إيه أو رايحة لفين، بس في حاجة جوايا كانت بتخلّيني حابة أوي الحاجات دي، من أول علم النفس لحد صناعة المحتوى، حاسة إن في حاجة شدّاني أوي ناحيتهم، مش عارفة إيه هي ومش عارفة إيه ترتيب الأحداث اللي حصل، طبعًا أقدار ربنا جميلة جدًا، جدًا. كنت بالاحظ إن أنا باحب اللغة العربية جدًا، 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 فبعد ما وصلت لصناعة المحتوى فتحت بقى في القديم اللي هو إن أنا عايزة فكرة المذيعة الvoice over artist دي بالنسبة لي بتدمج ما بين كل دول، واكتشفت إن دي مش قصتي أنا لوحدي، اكتشفت إن في قصة حد تاني مَر بنفسها كده بالضبط، لمجرد إن هو شارك القصة دي فحسيت اللي هو لأ، ما هي موجودة أهي، يعني أنا بالنسبة للناس اللي حواليّا كنت غريبة، طَب أنتِ عايزة إيه في الآخر، طَب أنتِ هتوصلي لفين؟ وأنا ما كانش عندي إجابة واضحة عايزة أوصل لإيه في الآخر، بس في حاجة جوايا هي اللي بتخلّيني بامشي في الطرق دي، وفي الآخر كأن الpuzzle اتجمّعت وركّبت الصورة النهائية. تاني حاجة لو الخير ما اتقالش الشر هيتقال مكانه، وده اللي بيخلّيني أتعرّض أو أشوف محتويات تافهة كتير جدًا أكتر من الطبيعي، فبالتالي بقينا محتاجين صانع محتوى مسلم بيقدّم محتوى نضيف وقيّم ومفيد أكتر وأكتر. وتالت سبب هو إن نيّتك بتحوّل التصرُّف أو الفعل العادي بتاعك اليومي الروتيني لعبادة أو لحاجة تاخد منها أجر، لو أنا نيّتي إني أعلّم أو أوعّي أو حتى أعمل ترفيه لكن محترم ونضيف، أشارك تجربة حقيقية تكون ملهمة، فتأثيري ده ممكن يكون على قد إن أنا عايز شهرة وسُمعة طيبة بين الناس وهاخدها في الدنيا، لكن ممكن يكون بنية أجر من عند ربنا، فبالتالي هاخدها كمان في الآخرة. تاني حاجة عايزة أتكلم فيها هو إزاي نصنع محتوى يرضي ربنا. أول حاجة اتأكد من نيتك، يعني أنا عايز أعمل إيه من اللي أنا بعمله، عايز أوصل لإيه من اللي أنا بعمله، هل عايز رضا ربنا ولا عايز شهرة وتصفيق الناس وكلامهم الحلو والفلوس اللي هتيجي من الموضوع. دي كلها حاجات مش غلط، دي كلها حاجات مش حرام، لكن لو أنا حاطط رضا ربنا هي الغاية أو النية الأساسية الكلام هنا هيختلف خالص، لأنه أنا مش هسعى ورا الtrend، مش هاسعى ورا إيه الحاجة اللي بتجيب مشاهدات أكتر،
لكن هاسعى إني أقدّم الحاجة اللي أنا عايزة أقدّمها دي بطريقة ترضي ربنا. طب يعني إيه ترضي ربنا؟ يعني مثلًا مش هاختار أي محتوى يكون فيه تريقة أو إيذاء لأي حد. لو مثلًا الtrend إن أنا أستخدم موسيقى معيّنة أو أغنية معيّنة في الفيديو بتاعي مش هاستخدمها. لو أنا احتجت أستخدم B-roll جوّه الفيديوهات بتاعتي اللي هي الفيديوهات القصيّرة اللي بتوضّح فكرة معيّنة، هل باخد أي B-roll بييجي قدّامي أيًا كان بقى في بنات مثلًا مش لابسين كويس، يعني الحاجات دي أنا باوصّل بيها برضه رسالة. فهل أنا باستخدم الحاجات دي والّا باراعي إني أختار لو أنا هاحُط صورة فيديو مثلًا لبنت بتعبّر عن فكرة معيّنة أو كذا، هل هي محتشمة مثلًا، هل هي بتظهر بمظهر يرضي ربنا، والّا مجرّد بس إن هي بتوصّل الفكرة اللي أنا عايزة أوصّلها وخلاص؟ فبالتالي الشكل اللي باظهر بيه المحتوى بتاعي بيفرق جدًا، وممكن يكون سبب إنه يكون ذنوب جارية، وممكن يكون سبب لحسنات جارية لو أنا نيّتي أصلًا رضا ربنا من الأول. فالشكل ده بيبقى مثلًا لو أنا شخص طالع بوشّي، فهل أنا لابس كويس، محتشم، يرضي ربنا، في شيء من العفة والحياء؟ هل أنا باتكلم في أي حاجة من غير ما أكون مذاكرها أو فاهم أبعادها إيه، أو فاهم اللي أنا باقوله ده هل هو صح والّا لأ؟ هل اتأكدت من الكلام اللي أنا باقوله والّا باقوله كده وخلاص؟ حتى لو هو على تجربة شخصية، هل أنا مُدرك أبعاد الكلام اللي أنا هاقوله ده هتأثّر إزاي على الناس؟ فبالتالي باحاول أغطّيها على قد ما أقدر بكل الجوانب اللي ممكن توضّحها. فبالتالي أنا عملت اللي عليَّ في التوضيح. لو في حد عايز يسيء النية أو يسيء الفهم فخلاص دي حاجة ترجع له. لكن الأمانة اللي عندي أنا بانقل معلومة، فباحاول أتأكد منها على قد ما أقدر، وباحاول أوضّحها على قد ما أقدر عشان ما تتاخدش بأي مفاهيم تانية سلبية تضر ما تفيدش، لإن في النهاية أنت نيتك إيه؟ هنرجع تاني لنفس السؤال. تالت حاجة عايزة أتكلم فيها هي إيه الضريبة أو التمن اللي هتدفعه لمّا تستغنى عن فكرة إنك تمشي ورا الtrend وتمشي ورا الحاجات اللي بتجيب مشاهدات أكتر، أيًا كان بقى هي تتفق مع مع مبادئك أو مع الصح اللي أنت فاهمه ومتربي عليه والّا لأ. المهم ده اللي شغال، ده اللي هيجيب فلوس. فلو أنت اخترت إنك ما تعملش كده، فالضريبة من ده هو إن أنت مش هتنتشر طبعًا بسهولة، هتاخد وقت أطول. لإن الناس بقت متعوّدة إن هي بتحب شكل معيّن من المحتوى وطريقة معيّنة في تقديم المحتوى، ودايمًا عايزين حاجة جديدة أو حاجة تخُض أو حاجة يعني مثيرة أكتر للانتباه. بس صدّقني اللي أنت بتعمله ده هو ده اللي باقي. أنت لمّا بتقرر تفتح كاميرا أو تمسك مايك، فأنت عارف إنك بشكل أو بآخر في عدد كبير من الناس هيشوفك أو هيسمعك أو هيتأثّر بيك، فخلّيك حريص على الكلمة اللي بتقولها وعلى التصرُّف اللي بتسيبه في قلوب الناس وعلى المحتوى اللي أنت بتقدّمه طول الوقت، لإنه هيفضل موجود. سواء أنت كمّلت أو ما كمّلتش، المحتوى هيفضل موجود وهيفضل بيتشاف. ضريبة كمان اللي أنت محتاج تفكّر فيها وأنت بتصنع محتوى، النيّة بتاعتك لازم تراجعها كل شوية وتبُص عليها كل شوية، تسأل نَفْسك هل أنا فرحت لمّا جالي لايكات أكتر وكومنتات أكتر بتقول لي إن أنا جامد جدًا وما فيش زيي؟ هل أنا زعلت من قِلّة التفاعل أو من قِلّة المشاهدات؟ هل ده فارق لي والّا فارق لي فعلًا إن أنا عايز أقدّم حاجة ترضي ربنا، سواء الناس تفاعلت معاها والّا لأ، سواء قدّروها دلوقتي والّا لأ؟ في ناس كتير كانت بتعمل خير وما اتعرفتش غير بعد ما اتوفّت، سواء الخير ده في شغلهم، في كتاب عملوه، في أي حاجة كويسة قدروا إن هم يعملوها، ولكن عشان هم خايفين على قلبهم من الفتنة فعلًا بتاعة الشهرة وشكر الناس ليه والكلام ده، فخبّوا الحاجات دي ما ظهروهاش. فبقى اللي بينتفع بيها عدد أقل من الناس، بس في مقابل إن هم يتأكدوا إن نيتهم تفضل سليمة وتفضل مخلصة لله سبحانه وتعالى. فبعد ما اتوفّوا ابتدوا يتعرفوا. أنا أحب إن يكون في صُناع محتوى كتير جدًا يكونوا بيقدّموا محتوى حلو ومفيد، وعلى فكرة هم كتير فعلًا، بس أنا أحب إن هم كمان يزيدوا أكتر وأكتر. فأي حد يقول لك لأ، ده بقت شُغلانة اللي ما عندوش شُغلانة، أو أي حد دلوقتي بقى بيفتح كاميرا ويتكلّم، إيه المشكلة؟ لإن كل واحد عنده فعلًا تجربة خاصة بيه، عنده طريقة تعبيره الخاصة بيه، عنده نوع معيّن من الجمهور يحب يشوفه ويسمعه. فإيه المشكلة طالما هو بيقدّم حاجة مفيدة وحاجة نافعة؟ المهم الضابط في الموضوع ده كلّه إني ما أعملش حاجة ما يرضاهاش ربنا، أراعي في الحاجة اللي أنا باعملها دي الكلمة اللي باقولها، المعلومة اللي باقولها تكون موثوقة وأحاول أوضّحها قدر المستطاع، أراعي مظهري وطريقتي في الكلام أو طريقة إظهار الفيديو نَفْسه، هل هو ماشي مع الtrend بس لمجرد إن هو يبقى في أغاني أو B-rolls أو حاجة تكون فيها فتنة أو فيها حاجة تجيب لي ذنب؟ والّا باراعي فيها ربنا إنه لأ، مش مهم أختار الحاجات دي، أختار حاجات تانية بديلة توصّل نفس الفكرة ولكن مش على حساب رضا ربنا. فمش مطلوب منّك تكون شيخ أو داعية، لكن مطلوب إنّك تكون صادق.
تكون بتحب ربنا فعلًا وعايز ترضيه، تكون عايز تعمل حاجة فعلًا نافعة. ففي النهاية صانع المحتوى المسلم سواء كان راجل أو ست هو عنده معايير عالية يقدم بيها المحتوى بتاعه وينفع بيها الناس، وعنده مسؤولية كبيرة برضه إنه يراجع نيته طول الوقت، ويراجع الكيفية اللي بيقدم بيها دي هل هي ترضي ربنا والّا لأ، وده ما يمنعش إن هو يقدم محتوى بشكل كويس جدًا، يتشاف، يتحب بنفس الطريقة اللي الخوارزميات بتشتغل بيها وكل الكلام اللطيف ده، يعمل كل حاجة تخلّي الكلمة اللي بيقولها دي توصل لأكبر عدد من الناس، لو ده هدفه فعلًا. ساعات الواحد لمّا بينشغل بالنفع بيبعد تلقائي عن التفاهات، لإنه خلاص بقى مركّز أوي إن هو عايز يذاكر للحاجة اللي هو بيقدّمها، عايز يقدّمها بشكل كويس، وقته كلّه رايح في حاجة كويسة ومفيدة، فهو نَفْسه بيستفيد أولًا إن هو ما بيتسحلش في التفاهات أو في إن هو يضيّع وقته بلا هدف. فشكرًا لكل واحد بيحاول يقدّم بجد حاجة كويسة في الدنيا دي، سواء صناعة المحتوى أو في شغله أو في حياته، في علاقاته، أيًا كان هو بيعمل إيه، بيحاول يظهر من نَفْسه أفضل ما يمكن، بيحاول يرضي ربنا طول الوقت على قد ما يقدر، بيقاوم الشيطان وهوى نَفْسه، بيقاوم إن معظم الناس ما بتحبش ده وما بتقبلش ده، مع إنهم محتاجين لده جدًا. فشكرًا بجد، إحنا محتاجين منكم كتير أوي طول الوقت، وسلام.